طبعا يومكم أعزائي المتابعين، وطبعا من لاب سي ان نيوز. نحن معكم من مكتب اللواء أشرف ريفي، والجميع يعلم مواقف اللواء أشرف ريفي والجبهة السيادية اللذان يجتمعان الآن، وسيصدر عنهم بيان في خصوص الوضع في الجنوب وما ستؤول إليه الحرب. ولكننا كما ذكرت سابقا جميعا نعلم أن اللواء أشرف ريفي ضد الاحتلال الإيراني كما يسميه وهو يرفض أن يدخل لبنان في الحرب أو أن يدخل حزب الله لبنان في الحرب. إذا سننقل لكم بيان الجبهة السيادية واجتماعها باللواء أشرف ريفي بعد قليل. ابقوا معنا. كانت معكم رودا بدر، لاب سي ان نيوز. عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعها الدوري في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي بحضور الأعضاء وممثلي الأحزاب، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: في ظل الأزمات المتراكمة والتي ترهق كاهل اللبنانيين من دون أي معالجات على المستوى الرسمي العام، خاصة في غياب كلي للسلطة المركزية، حيث باتت الدولة اللبنانية تفتقد لأبسط مستلزمات حضورها المؤسساتي بعد سلسلة الانهيارات المالية والاقتصادية والتربوية والصحية، لتكتمل حلقة مؤامرة إفراغ مؤسسات الدولة من قادتها، حيث المستفيد الأبرز من هذا التجويف ميليشيا الأمر الواقع التي وضعت يدها على الدولة وأمسكت بمقدراتها بعد إفلاسها، وهي اليوم تعود من جديد لتتفرد بالقرارات الاستراتيجية، حيث تجر لبنان إلى حروب عبثية لا طائل منها ولن تؤتي إلا بالدمار والخراب والهجرة. وكأنه لا ينقص الشعب اللبناني إلا زجه بحروب لتقضي على ما تبقى له من مقومات صمود بالحد الأدنى. والأخطر بعض شركاء تلك الميليشيات الذين يسعون لضرب آخر معقل لمؤسسات الدولة من خلال السعي لمنع رأس المؤسسة العسكرية من الاستمرار بالقيادة، وكل ذلك طبعا ليس تمسكا بالقانون ولا بالأصول، إنما بهدف مآرب شخصية وسلطوية. توقفت الجبهة السيادية مليا أمام النهج المدمر لحزب التيار الوطني الحر ونحر المؤسسات، كما يسلك هذا الحزب بنهجه مع مؤسسة الجيش اللبناني، حيث يسعى هذا التيار لتفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة بهدف تعزيز سيطرة الميليشيات على الأرض اللبنانية. من هنا تتشدد الجبهة السيادية في منع أي إفراغ أو تطاول أو مس بهيبة وديمومة الجيش، وتشدد على أهمية الحفاظ على استقلال وكرامة الجيش اللبناني كضامن للأمن والاستقرار. إن الجبهة السيادية تعلن عن رفضها الانجرار وراء هذا الانحراف الخطير والعودة لاحترام مؤسسات الدولة، وتدين بشكل قاطع أي تدخل يهدد وحدة الجيش ويخلق فجوات تشكل تهديدا للوحدة الوطنية. من هنا تهيب الجبهة بالجميع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة واستقلال المؤسسات العسكرية والأمنية. تعتبر الجبهة السيادية أن مسؤولية المجتمع الدولي باتت كبيرة إزاء عملية إنقاذ لبنان من الخضوع والسيطرة للهيمنة الإيرانية من خلال ميليشياتها التي لم تترك مجالا لأي من أبواب الأمل في عملية إنقاذ محلية. فالممارسات والفوقية والزج بلبنان في أتون حروب الشعب اللبناني براء منها، حيث لم يستشر أحد في تحديد خياراته. أن تحقيق الاستقرار والأمان يتطلب التعاون والالتزام بقواعد الدولة والقانون والدستور. كما تسجل الجبهة السيادية موقفها الرافض لاستعمال لبنان كمنصة أو ممر أو معبر لاستجرار الحروب على أرضنا، وتعتبر بأن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وهي المدخل لأي حل، لا سيما القرار 1701 من خلال قرار مركزي للحكومة بنشر الجيش اللبناني على الحدود وسحب كافة العناصر المسلحة. انتهى البيان.